سلام صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم فطائر قطنية بحشوة لذيذة بدون لحوم، كتجي أكثر من رائعة. أنا متأكدة إلا جربتوها غادي يوليو معتمدين عندكم، ما غاديش تشبعوا منهم وغادي يوليو معتمدين عندكم دائما بمكونات اللي بسيطة واقتصادية وفي متناول الجميع. فغادي ندوزو صديقتي باش غادي نحضروا الوصفة ديال اليوم اللي كنتمنى أنها تلقى الاستحسان ديالكم. أول حاجة صديقتي نبداو بالعجين. خديت 400 غرام ديال الدقيق، غادي ندير شويه ديال الملح، غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي ندير ايضا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، فانا درت جوج صغار. وغادي نضيف ايضا الزيت، تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت، وغادي نضيف عليها واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد اللي كتعطي واحد القوام واحد المذاق لهذا العجين اللي اكثر من رائع. فكيف ما لاحظتوا عجين جد بسيط ولكن راه ناجح 100% وكيجي اكثر من رائع. فكنديروا ديك 3 المعالق ديال الزيت مع معلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه صغيره ديال السكر، نص معلقه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الخميره. وغادي نجمع العجين ديالي بالماء اللي كيكون دافي. فبالنسبه لهذا العجين ما كيبغيش يشد ليك بزاف، فغير كنجمعوا العجين. فهنا انا راه نسيت، راه كنضيف ايضا درت 700 غرام ديال الفورس وواحد 100 غرام ديال الفينو، فعاد ضفتها ما ضفتهاش من الاول. فكنجمع العجين حتى ما كيبقاوش دوك التكتلات وكنخليه كيخمر. خديت هنا بصله كبيره او جوج صغار على حسب اللي عندكم، وشلطتهم ودرتهم يتشحروا مع واحد الفلفله كبيره اللي قطعتها ايضا رقيقه على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فهاد الفطائر غنيين بالخضر وغادي يعجبوا وليداتكم. هذه فرصه باش ياكلوا الخضر بهاد الطرق هادو. ايضا زدت واحد الفلفله كبيره حمراء، فدرت فلفله حمراء وفلفله خضراء، وايضا الكرم اللي كنقطعوا بالدور ديالو رقيق. فكيف ما ذكرت معكم فيه مجموعه ديال الخضر اللي صحيه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف. من بعد ما نزلت لي الفلفله والكرم غادي نزيد جوج ديال الخيزويات اللي حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، فدرت جوج خيزويات كبار. ايضا غادي نضيف القرعه، جوج ديال القرعات محكوكين في الحكاكه الرقيقه. خبيزات غنيين بخضر متنوعه كيجيو صحيين ولذاذين بزاف. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الطماطم المركزه، الملح، التحميره، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال السودانيه او الهريسه الا متوفره، والثومه بودره او فص ديال الثومه على حسب الرغبه. واحد جوج معالق كبار عامرين مزيان ما بين القزبر والمعدنوس، ونخلطوا الكل. غادي نضيف ايضا زيت الزيتون لان في الاول شحرنا غير في زيت المائده. وغادي نضيف خليط ما بين الزيتون الاخضر والزيتون الاحمر، كيجي هذا المزيج اكثر من رائع. فكنخليوه حتى التالي حتى تيتشحر لينا كلشي، عاد باش كنضيفوا داك الزيتون مع صلصه الصوجه. واحد المعلقه ديال صلصه الصوجه، انا درت صوجه ثقيله. فهاد الحشوه انا كنأكد لكم انها بنينه رغم البساطه ديالها. وهنا كتبقى لينا الاضافه الاخيره، واحد العلبه ديال الطون. فكنخليوها حتى الاخير حتى تنطفيو على المقله ديالنا، عاد باش كنضيفوا هاد العلبه ديال الطون. فكنحاولوا اننا نفككوها مزيان باش كتنسجم مع المكونات السابقه كامله. وهكا الحشوه كتكون وجدات. غادي نخليوها حتى تتبرد لينا. فكما كتلاحظوا هنا راه بردات والعجين ديالنا اختمر. فغادي نشكل منه كويرات. فكندهن شويه ايديا بالزيت وغادي نشكل واحد الكويرات اللي كيكون الحجم ديالهم على هذا الشكل هذا كما غادي تلاحظوا معايا. فغادي نرش البلاطو اللي غادي نحط فيه الكويرات بشويه ديال الدقيق، لان كما ما ذكرتش معكم في الاول العجين راه كيكون ماشي قاصح وماشي مرخوف اكثر من اللازم، كيكون واحد العجين اللي طري كيلتصق واحد شويه في اليدين ماشي بزاف.
بالمساعده ديال الدقيق تيبقى هكا شاد راسو. فغادي نبدا باول كويره، غادي نسرحها على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. من بعد غادي نحط الحشوه، فكندير واحد الكميه مهمه ديال الحشوه باش كيجيونا عامرين وما كيكونش العجين كتر من الحشوه. وكنشكل هكا واحد الاشرطه اللي ما كنوصلهمش حتى للتالي ديال العجين، غير هكا على هذا الشكل. ومن بعد كنلف العجين ديالي وكنعطيهم واحد الشكل هلالي على هذا الشكل كما غادي تلاحظوا معايا. ساهلين بساطين سراعين. وكنحيد داك الفائض ديال الدقيق لاننا كنخدموا بالدقيق لان العجين ديالنا مرخوف. وغندوز الكويره الثانيه بنفس الطريقه بالمساعده ديال الدقيق. كنرقق ديك الكويره ونجيبوا الحشوه كما ذكرت معكم تكون كميه لا باس بها باش كيجيونا هاد الفطائر بنانين ورائعين وكتبان فيهم ديك النسمه ديال الحشوه. وكنقطع اشرطه اللي كيكونوا رقاقي اللي ما كنوصلهمش حتى للتالي ديال العجين، وكنبقى كنلف وكنعطيه على شكل هلال هكا، وكنضغط على دوك الاطراف باش ما تخرجش الحشوه، ونحيدو داك الفائض ديال الدقيق. غادي نستمر هكا صديقاتي حتى تنسالي الكميه كامله. هنا صديقاتي من بعد ما ساليت اللاطه الاولى غادي ناخذ واحد صفار بيضاء اللي غادي نزيد عليه قطرات ديال الحليب، وغادي ندهن بهم هاد الفطائر هادو اللي كيجيو اكثر من رائعين. من بعد ما غادي ندهنهم غادي ندير لهم شويه ديال الزنجلان من الفوق، كيف يمكن لكم تخليهم غير هكا او تزوقوهم باي اي حاجه نتوما بغيتو تضيفوها لهم يمكن لكم تضيفوها. فهذه كتبقى مساله اختياريه. في هذه الاثناء الفران كيكون مسخن مزيان، غادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن مزيان غادي نقصلو ل200 وغادي نخليهم حتى تيتحمروا من التحت عاد باش كنشعل عليهم من الفوق. كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم ويلقاو الاستحسان ديالكم. ففطائر اللي فيهم مجموعه ديال الخضر اللي كتجي معلكه ولذيذه بزاف. كنتمنى دائما ان الوصفات البسيطه ديالي تلقى الاستحسان ديالكم. دائما وصفات بسيطه اقتصاديه في متناول الجميع. اي واحد شاف الفيديو غادي يلقى ان شاء الله المكونات عنده في الدار. فهنا صديقاتي من بعد ما خرجوا من الفران تيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو قطنيين ورائعين. فمن بعد ما يخرجوا من الفران فكتغطيوهم بواحد الزويف باش كترجع عليهم ديك الحراره ديالهم، هذا باش تقدموهم كيجيو على هذا الشكل هذا اكثر من رائعين. غادي نخليكم صديقاتي مع الصور النهائيه وغادي نضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم بخير، الى اللقاء.